ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عايزه اتكلم معاكم في موضوع الا وهو ان الواحد ساعات بيكون تايه كده ومش عارف يعني هو فين حاليا، ومش عارف هو عايز يوصل لايه. يعني دي الصراحه اكتر مشكله يعني بحسها بتواجهنا قوي، اللي هو الواحد هو مش عارف هو فين دلوقتي ومش عارف هو عايز يوصل لايه. فاحنا عندنا في الدين ثلاث مراتب. تمام. اول مرتبه خالص اللي هي الاسلام، تاني مرتبه اللي هي الايمان، تالت مرتبه اللي هي الاحسان. يعني عندنا في حديث جبريل عليه السلام ان هو اتى للرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الاسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فده كده الاسلام اللي هما الاركان الخمسه اللي احنا عارفينهم. وبعد كده سيدنا جبريل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الايمان، ما الايمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجابه ان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، اللي هما اركان الايمان اللي هما السته. تمام. وبعد كده سيدنا جبريل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإحسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدي المراتب الثلاثة للدين. تمام. فأعلى طبعا درجة اللي هي الإحسان، وأول درجة اللي هي الإسلام. فاحنا كلنا الحمد لله مسلمين، يعني الحمد لله كلنا مسلمين ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبقيه الاركان طبعا الصلاه والصوم والزكاه والحج. فاحنا يعني ما عندناش مشكله مع الاسلام، يعني احنا الحمد لله مسلمين. الايمان بقى دي تاني درجه. والفكره ان هي اقل. يعني الاسلام ناس كتير جدا مسلمه بس مش ناس كتير مؤمنه. يعني الاسلام والايمان لما يجتمعوا مع بعض زي في الحديث ده اجتمعوا مع بعض، هم معناهم بيختلف. دي معناها بيختلف ودي معناها بيختلف. بس لو الاسلام ذكر لوحده فاكيد مع الايمان، ولو الايمان ذكر لوحده اكيد مع الاسلام. يعني حاجه كده في العقيده لما هم اذا اجتمعوا افترقوا واذا افترقوا اجتمعوا. المهم يعني ان ناس كتير جدا مسلمه يعني، بس مش ناس كتير مؤمنة. والإيمان ده بيحتاج إن الواحد يتعلم ويعمل بقى باللي هو اتعلمه. إن هو الإيمان بالله، إن الواحد يعني مش كفاية إن الواحد يقول إن هو مؤمن بالله، لا لازم يعني يعرف صفات ربنا وأفعال ربنا ويتعلم عن الحاجات دي، وفي نفس الوقت بقى يطبقها في نفسه. يعني احنا عارفين اسم الله السميع، طب هل ده بنستشعر ونستشعر ان ربنا دلوقتي سمعنا؟ اسم الله الرقيب، هل بنطبقه في حياتنا ان ربنا بيراقبنا ومعانا اينما كنا؟ يعني هل بنطبق ده؟ فالايمان بالله ان احنا نعرف اسماء ربنا الحسنى وافعاله المسلم. وتاني حاجه الايمان بالملائكه. احنا طبعا عارفين ان في الملائكه، يعني ملائكه الموت، ملائكه اللي هو على اليمين وعلى الشمال، اي حاجه بكتبها، اي حاجه قصدي بقولها بيكتبها، وهكذا. هل بقى مستشعرين وجود الملائكه؟ الايمان بالله وكتبه ورسله. الايمان بالله وملائكته وكتبه، القران وبقيه الكتب السماويه، الرسل وهكذا، اليوم الاخر. وبنستشعر الكلام ده. يعني مش يكفي ان الواحد بس يكون عارف يعني معلومات سطحيه، لا ان الواحد يكون الحاجات دي مصدقها جدا وفي نفس الوقت بيطبقها في حياته. فهي الايمان مش بس قول ان انا مؤمن، يعني مش بس ان الواحد يقول ان هو مؤمن فهو كده فعلا مؤمن. لا، الايمان ليه افعال معينه ان الواحد يطبقها في حياته، والافعال دي بيطبقها على اساس علم. يعني مش بيطبقها كده يعني بيكون في اتباع، علم واتباع. وبعد كده اخر درجه اللي هي الاحسان دي بقى اعلى درجه خالص، ان الواحد يعبد الله كانه يراه. فان لم يكن يراه طبعا فيستشعر بقى ان الله يراه.
فايه يعني الفرق ما بين الايه الاحسان والايمان، ان المؤمن بيعمل الفرائض تمام، يعني ايه بيعمل الفرائض ويجتنب الايه الكبائر. الاحسان بقى درجه اعلى، لان الشخص ايه مش بيكتفي ان هو بس يعمل الفرائض، لا كمان بيعمل ايه السنن ايه والنوافل ويستزيد منها. يعني احنا عارفين في الحديث وما يزال عبدي ايه يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فهي درجه الحب بقى دي درجه الاحسان، ان الواحد يستزيد، مش بس يكتفي بالفرائض، لا كمان يستزيد. فهي دي درجه ايه الاحسان. فاحنا عايزين نعرف احنا فين ايه في الخريطه، هل احنا بس مسلمين ولا بنحاول نوصل لدرجه الايمان ودرجه الاحسان. والدرجتين دول يعني محتاجين شغل، يعني محتاجين شغل ان احنا نتعلم ونطبق اللي احنا اتعلمناه ده. اكيد الموضوع بياخد وقت طبعا، يعني مش من يوم وليله الواحد هيبقى فجاه يتحول لمؤمن، فجاه يتحول لمحسن، لا دي يعني مشروع حياه كده بجد. فهو الواحد يسال نفسه، هل انا دلوقتي مسلم بس، يعني زي ايه الجمله اللي بتتقال المسلم بس في البطاقه، ولا بيحاول يوصل لدرجه الايمان والاحسان. فاحنا ايه نسال نفسنا احنا فين دلوقتي على الخريطه، وعايزين نوصل لايه، يعني عايزين نوصل لاي درجه. يعني في حد ممكن يكتفي اللي هو ايه الحمد لله انا مسلم اصلا، اللي هو تحس ان هو بيمتن، يعني يمنون عليك ان اسلموا، تحس ان الواحد هيمتن ده انا كويس اصلا انا مسلم، كمان اصلي كمان اصوم يعني. فاللي هو ايه بيمتن كان شخص بيمتن على ربنا ان هو ده رضا قوي ان انا مسلم. فلا يعني طبعا الحمد لله ان الواحد مسلم، بس في نفس الوقت ما يمتنش، يعني يحمد ربنا على النعمه دي ويشكر ربنا. يعني والشكر هنا ان هو بقى ايه يتعلم ويوصل لدرجه الايمان. يعني هو اهم حاجه الواحد يوصل لدرجه الايمان، يعني مش كفايه ان الواحد يكون مسلم، دي حاجه مش كفايه، الواحد لازم يوصل لدرجه الايمان. يعني دي اقل القليل حرفيا، ان الواحد يوصل لدرجه الايمان. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وقليل ايه من عباد الشكور. فايه القله دي هي دي القله المؤمنه، يعني هي دي القله اللي فعلا مش بس اكتفت ان هي مسلمه، لا دي كمان بتشتغل ان هي توصل لدرجه الايمان والاحسان. يعني هي دي فعلا الناس اللي بتشكر، اللي هم فعلا ايه بيشتغلوا على نفسهم. اما بقى اللي مش شغال وبيقول بقى الحمد لله انا مسلم ومكتفي بالدرجه دي، ومش يعني اللي هو اتولد كده ومش شغال على نفسه، فلا دي حاجه يعني حاجه مش حلوه خالص. يعني الواحد لازم يشتغل على نفسه ان هو يوصل لدرجه الايمان، ويدعي ربنا ان ايه يحبب اليه الايمان، والايمان يدخل قلبه. يعني الايمان يدخل قلبه، لان في حد ممكن يكون اتولد مسلم بس لحد دلوقتي لسه الايمان ما دخلش قلبه، يعني لسه الايمان لحد دلوقتي او يعني عمره ما دايل الايمان خالص. فده يعني على خطر ان الايمان ما دخلش قلبه خالص، ده على خطر. ولازم يشتغل على الحته دي. يشتغل ازاي؟ ان هو يتعلم ويعمل بالعمل اللي هو يتعلمه ده. فبس دي كل الفكره، ان الواحد يعرف هو فين دلوقتي وعايز يوصل لايه. بس سلام.